تعالوا نشوف مع بعض ايه ابداعات الصينيين. البنت الصينية دي رجعت من الشغل على طول على البيت بسرعة، كان الجو برد جدا، وبدأت شغلت الأجهزة بتاعتها. طبعا عندهم ابتكارات حديثة وجميلة جدا، وكمان بتسهل عليهم اليوم. مش بس كده، قررت تغير الأجهزة اللي موجودة عندها في المنزل. تعالوا نشوف النهاردة جايبة معانا ايه. طبعا لو انت عروسة ومهتمة ان انت تختاري حاجات مفيدة وكمان تستفيدي بيها في جهازك، تابعي الفيديو. او لو انت ست بيت وبتحبي تجددي في منزلك، تابعي الفيديو معايا للاخر. طبعا ادواتهم سهلة وبسيطة، وكمان بيستفادوا من كل حاجة موجودة. الكبة دي جميلة جدا وكمان ممتازة. مش بس كده، طبعا جايبة علاقات للمساحة والمقشة، وطبعا الأداة دي جميلة جدا، بتلم الوبر اللي على الملابس. كمان الحامل بتاع معجون الأسنان ده حلو جدا، وكمان الأداة بتاع تنظيف الرجل دي ممتازة. ثبات الغسيل ده جميل جدا برضو. طبعا الأدوات دي بتسهل عليهم يومهم، تخليهم يقدروا يعملوا كل حاجة بكل بساطة، حتى لو هي راجعة من شغلها تعبانة. طبعا الأدوات دي بتكون بسيطة جدا، وكمان بتسهل عليهم الوقت والمجهود. كمان الجواند ده جميل جدا، بينظف الحوائط وكمان الأتربة اللي موجودة على الأنتريه. وكمان الشرشوبة دي جميلة جدا، والمساحة ممتازة جدا، بتنظف الزجاج. ودوت زي حامل كده للثوم والبصل، بديل تربو يعني بسيط. كمان الكبة دي ممتازة جدا. كمان الجهاز اللي بيعمل الشاي، كمان القهوة والعصفر ده روعة. منظمات الغسيل دي حلوة أوي. تعالوا نشوف كمان الحامل بتاع الصوصات ده ممتاز. طبعا العرايس دلوقتي بيهتموا بالحاجات البسيطة دي، لأنها طبعا بتكون جميلة جدا وكمان بتفيدهم. أدوات ممتازة جدا، عملت الغدا في ثواني كده وهي واقفة. الحامل ده جميل جدا للمحفظة وكمان للرمود. مش بس كده، حطت رجلها كمان وشربت المشروب بتاعها. هتخش تغسل سنانها وهتنام، خلت الشقة زي الفل. وكمان عملت الغدا واتغدت وخلصت كل حاجة في وقت قياسي جدا. أدوات سهلة وبسيطة وجميلة، وغير كده